برأيك ما الواجب على لاعبي نادي النصر أن ينهوا به الشوط الأول؟ شوف يجب على لاعب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب كربلاء وسط اجواء كرويه كبيره جدا ورائعه، ومجريات المباراه في الجوله الرابعه في دوري ابطال اسيا لهذا الموسم. مباراه الجوله الرابعه التي تجمع بين نادي الزوراء العراقي ونادي النصر العالمي السعودي الذي ينزل ضيفا ثقيلا فنيا، ثقيلا كرويا، خاصة بعد فوز الثقيل في مباراة الجولة الثالثة على نفس الفريق بالأربعة، فاز عليه ب4-1. النتيجة كانت ثقيلة، سمحت لنادي النصر بتحقيق أول انتصار له في هذه البطولة لهذا الموسم، ليصبح الفارق بينه وبين الزوراء نقطة واحدة. زوبهان في الريادة طبعا ب7 نقاط. مباراة فاصلة بالنسبة لنادي النصر كما هي بالنسبة لنادي الزوراء، في مباراة سيديرها الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف في هذه اللحظات. نادي الزوراء المحلي الذي يلعب بجلال حسن في حراسة المرمى سيكون على الجهة اليمنى من الدفاع مصطفى محمد، حسن الجويد، عباس قاسم وسمال سعيد، أحمد فاضل، صفاء هادي، أحمد جلال، رفقة عمر منصوري ومهند عبد الرحيم وعلى عباس. هي التشكيلة الأساسية لنادي الزوراء التي يدربها حكيم شاكر المدرب العراقي، بينما هذه تشكيلة نادي النصر السعودي بوليد عبد الله في حراسة المرمى في غياب الأربع محترفين الأجانب الأساسيين عن تشكيلة نادي النصر: عبد الرحمن العبيد، عوض الفرج، عبد الله ماضو، عمر هوسوي، عبد العزيز الجبرين، عبد الرحمن الدوسري، حمد المنصور، فهد الجميعة، يحيى الشهري، وعبد الله السالم رأس الحربة في الخط الأمامي لتشكيلة نادي النصر التي يدربها روي فيتوريا المدرب البرتغالي الذي الذي يشرف على نادي النصر السعودي. ملعب تحفة، هذا ملعب كربلاء، وأجواء كبيرة جدا، حضور جماهيري غفير من عشاق الكرة العراقية وعشاق نادي الزوراء، واحد من أكثر النوادي شعبية في العراق وواحد من أكثر النوادي تتويجا على الصعيد المحلي بالدرجة الأولى، والذي يحظى بدعم جماهيري كبير وكبير في هذه الأمسية. هذه الركنية الأولى في المباراة على يسار وليد عبد الله لصالح نادي الزوراء. تشجيعات كبيرة من الجماهير العراقية الوفية العاشقة التي تعرف كرة القدم كما تعرف الجماهير السعودية أيضا الكرة جيدا، ومرت سلامات. هذه الكرة ثم التغطية من هنالك عن طريق مصطفى محمد، يلحق على الكرة، يحاول يمر، ولكن خطيرة وانطلق حسين، كرة صعبة وخطيرة، حسين وما زال والدفاع يتدخل، راحت من هنالك لأحمد جلال، يرجع للخلف، لعبة لصالح عناصر نادي النصر، التوزيع على القائمة الثانية والدفاع، ما زالت الخطورة مرة ثانية من هنالك، العودة للخلف والتسديدة رائعة، جلال حسن مرة ثانية ينقذ مرماه من هذه، وكادت تباغت هذه الكرة العالية. يا سلام عليك، يا سلام يا جلال، يخرجها لركنية أولى في الجهة المقابلة لصالح نادي النصر السعودي. نادي النصر محاولة المرور من فعل الجميع، توزيعها هائلة والدفاع يتدخل ويخرجها ركنية. حسين الجويد لصالح نادي النصر السعودي، وهي الركنية الثانية في تنفيذها فهد الجميع. بيمناه الكرة الداخلة من فهد امام جلال حسن البارع، ركنيه بابا خطيره. يا سلام على اللعبه وعلى الراسيه وعلى الحارس، يا سلام، هايله من اروع ما يكون. كره في العمق، البحث عن عبد الله السالم، يرجع مره ثانيه لفهد الجميعه، كره خطيره، ولا لا عبد الله السالم كاد يفعل الثنائيه الرائعه هنا. شوف كيف طلق عبد الله، لم يكن في وضع التسلل بيمناه، ولكن الصد الرائع كان من المدافع صمال سعيد. بعيدة تماما وصعبة الكرة، وصلت لعمر منصور، المراوغة والتوغل، الكرة خطيرة،
لا لا. كرة بعيدة تماما وصعبة وخطيرة. هنا محاولة المرور عن طريق جول. هدف أول من علي عباس، الثالث له في دوري أبطال آسيا بروعة من هنالك. يباغت الحارس وليد عبد الله في أول كرة وأول فرصة لنادي الزوراء في هذا الشوط الأول، يهز الشباك من هنالك علي عباس. جول كان متوقع انه في كل لحظه قادر يفعلها. شوف هنا التفوق بالراس ورجعت له الكره مباشره وحطها ببراعه في الزاويه البعيده. اللاعب المتميز علي عباس هو اللي تفوق في الكره هذه بالراس. شوف التموقع تاعه، راح تموقع في المكان اللازم ليستقبل هذه الكره ويحطها بسهوله في الزاويه البعيده على يسار الحارس. جول. يا سلام يا سلام، هدف ولا اروع. لقطه كلها والمجهود اللي قام به اللاعب علي عباس كله ممتع، لانه كان في الارتقاء وصل الكره لمهند عبد الرحيم وبعدين راح حط نفسه في الوضعيه اللائقه. حسن المنصور في تنفيذ التماس بيده، كره بعيده في شكل ركنيه منفذه كما ينبغي وصعبه خطيره. مرت سلامات. يا فادي الجميع عراقي. كرة ممتازة وصلت من هنالك، ترجع مرة ثانية، كرة خطيرة، التوغل. يا علا ماذا ضيعت. كرة رائعة في اتجاه على ركنية مرة ثانية في القائمة الأول. تغطية دفاعية، التسديدة وبابا خطيرة. يا سلام، كاد ياتي هدف. كرة صعبة أخرى والصد الدفاعي العراقي. والكرة عند اللاعب حمد المنصور، يحاول يتوغل يلعبها بينية، كرة خطيرة بابا رائعة. ترددت اللعبة كم كانت رائعة من حمد المنصور، توغل ومرر. يا فاداه كان يختار في الزاوية التي يسدد بها من حوالي 30 متر. تنفذ من حمد المنصور. لم يكن متسللا في هذه الكرة. يا سامال يا سعيد، شوف التوزيعة كم كانت رائعة، مرت على يسار الحارس جلال حسن وضاعت. علي علاء عباس تفوق على كل الدفاع السعودي. كرة صعبة وانطلاقة من هنالك خطيرة، الاصطدام وجول. حكم المباراة اعتبر بأن الاصطدام كان عادي، وهدف التعديل من يحيى الشهري لنادي النصر في الدقيقة 11 من عمر هذه المباراة. بعد ثاني فرصة جاء هدف التعديل، الاثنان وجاء الجول. شوف هنا نعم لا ليس هناك خطأ، لأنه المهاجم السعودي تقريبا راح للكرة. شوف الإعادة، شوف الوجهة نتاعو كانت الكرة، تفوق فيها، حاول يمر واصطدم مع الحارس. والله أنا لو كنت حكم لما صفرت خطأ في هذه اللعبة، لأنه احتكاك واصطدام عادي جدا. يبقى تقدير الحكام قد يكون مختلف. هنا حب يروح للكرة والحارس أيضا حب يروح للكرة، اللاعبان كلاهما لم يكن ولا واحد قصده أن يرتكب خطأ ضد الآخر، والاصطدام يحدث. تقديره كان جيد. أحمد جلال والتوزيع، رائع الراس. أحمد جلال على عباس وبالراس، والصد من وليد عبد الله يتمكن من إنقاذ مرماه من كرة جول. يا سلام عليك. جهة اليسرى، هي كرة صعبة لصالح نادي النصر، خطيرة، رجعت للخلف، محاولة التسديد الثنائية بين يحيى شاري، خطيرة، مرت سلامات، والا كاد ياتي يحيى الشهري لعبد الله السالم من هنالك على الجهة اليسرى التسديدة.